السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتكم عيش البساطة مع سوبر سومة. شايفين النهاردة معانا ايه؟ فيديو بعيد من المطبخ والروتين واي حاجة من محتوى القناة. معانا النهاردة فرحة كده، فرحانين، قلت افرحكم معايا. زي ما انتم شايفين جواب البنك كود اخيرا وصل، اخيرا وصل. عقبال يا رب كل اللي مستنيه جواب يجيله ان شاء الله من غير مشاكل ويجيله بكل سهولة لغاية البيت زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. اول الفيديو طبعا احب اشكر كل من دعم القناة باللايك وبالشير وبالكومنت الحلو يا حبايبي اللي زيكم. تمام. واشكر برضو كل حبايبي واخواتي واهلي اللي دعموني ووقفوا جنبي وشجعوني عشان اكمل في القناة. زي بنوتي حبيبتي كانت طبعا هي بصراحة صاحبة الفضل، عملت لي حاجات كتير في القناة. كنت انا بس اقف وهي تصور لي وهي تعمل لي المونتاج وهي بقى اللي قايمة بشغل القناة كلها. وأدعى وبرضو أشكر ماما كمان كانت تدعمني، الله يبارك لها يا رب. وأختي بسمة برضو كانت الله يبارك لها، كانت بص ما أقولكمش ما كانتش تسيب لي حفلة من حفلاتي، وهي بصراحة اللي شجعتني من الأول للآخر. وكذا وتجيب لنا في الفيديوهات، والحمد لله ببركة الله وبدعمها هي الله يبارك لها ام مكة. حصل وعملنا الحساب، بس الحساب يا جماعة ما تعملش بسهولة، عملناه مرتين او 3 يترفض. طبعا دي كانت مشكلة كبيرة ان كل ما نعمل حساب يترفض. المهم عملناه حساب بالبطاقة، فعلناه بالبطاقة ما نفعش، فعلناه بالعنوان اللي احنا ساكنين فيه برضو ما تفعلش. كنا احنا بالصدفة مسافرين الصعيد، ورحت قلت لبنوتي بصي حبيبتي اعمليه لنا.
ب3 أسابيع. حتى لو رحت المنشية ورحت سألت، شوف أخدت قد إيه وقت، يعني كنت داخلة في الشهر التاني حتى لو رحت سألت. بعد كده رحت وما لقيتش الراجل، قالوا لي ساعة البريد لسه ماشي، اللي هو المسؤول على المنطقة اللي أنا فيها. قلت لهم طب يا عم ممكن لو سمحتوا تدوني الرقم بتاع التليفون عشان أتابعه. قالوا لي خلاص ماشي، ادوني الرقم الله يبارك لهم. والمهم ايه، بقيت اتابع. تابعنا الراجل. سألناه طبعا في الأول الجواب باسم كذا وصل عند حضرتك وكده، قال لا ما وصلش الجواب ده، بس أنا إيه في نفس المنطقة أنا لسه جايب جواب بس مش بالاسم ده. قلنا له خلاص ماشي، خلي بالك بقى لو جالك جواب بالاسم كذا يبقى إيه حضرتك اتصل بينا وليك الحلاوة وكلام من ده. قال لنا خلاص من عينيا، واتفقنا مع الراجل هيجيبه لنا لغاية البيت. جينا بقى إيه أسبوع برضو ما فيش حاجة. رحت اتصلت بيه، يا أستاذ لو سمحت الجواب. قال لي والله لسه ما فيش حاجة جت، بس هي لو جت أنا إيه هتصل بحضرتك. قلت له تمام ماشي. ما فيش برضو 5-6 أيام لقيته اتصل بينا واسم كذا، طب العنوان كذا، طب تمام الجواب معانا ووصل. اسلمه فين؟ قلت تمام. يعني القناة ان شاء الله كده فتحتها 21/1/2000 وسنة 2000. تمام. 2020 يا حبايبي، سنة 2020 شهر 1 آخر شهر 1. بعد كده ده كانت افتتاح القناة. أخدت طبعا جاني اللي خلصت الشهرتين في 7 شهور بالظبط، يعني كده على آخر شهر 8. تمام. عايزه اقول لكم ونصيحه برضو للقنوات اللي لسه مبتدئه او اللي لسه بتفكر تعمل قناه. طبعا الفيديوهات بس يا حبيبتي مش هتنجز معاكي، لازم تعملي تنزلي برنامج. حتى لو لسه ما نزلش، طبعا انت لسه قناه صغيره ولسه ما اتفتحش عندك المنتدى، نزلي برنامج للبث اعملي بث مباشر، وهتتعرفي على القنوات وهتدخلي القنوات وهتدخلك منها بصراحة مشتركين وساعات وكده، يعني هتساعدك. دي نصيحتي للقنوات اللي لسه مبتدئة، او لو انت لسه بتفكري تعملي قناة. تمام. ونصيحتي برضو في الاخر يا حبايبي، عايزة اقول لكم برضو عشان الجواب يوصل لك لغاية البيت، انتوا بتعملي الحساب بتاع البنك كود لازم تكتبي الرقم بتاع تليفون ليكي، عشان طبعا ايه جنب الاسم عشان لازم طبعا عشان يوصل لك بكل سهولة. طبعا انتوا الجواب بيجي ارقام
بيبقى الحروف كده مش مشبكة يعني كده، بيبقى لازم بتوع بتوع البوسطة ما بيعرفوش يشبكوا الكلمات يعني او الاسم والعنوان، بيبقى صعب عليهم شوية. فما اللي بيسهل عليهم الموضوع اللي هو الرقم يا حبيبتي، زي ما بقولك بيبقى جنب. طبعا الناحية التانية طبعا عشان اسمي وعشان الرقم برضو التليفون مش هقدر الف لكم الجواب. يا رب في نهاية الفيديو ما اكونش طولت عليكم. وفي نهاية الفيديو يا رب كده ادعي الكل بالنجاح والتوفيق بإذن الله، وكل اللي مستني يجاوب يجيله بكل سهولة. واقول لكم في نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.